في قرية صغيرة كان في عيلة اسمها عيلة البرنس. العيلة دي كانت معروفة بسمعتها الطيبة، لكن كان في سر غامض مخبيينه من زمان. كل الناس في القرية كانوا بيتكلموا عنهم، لكن محدش كان عارف الحقيقة. في يوم من الأيام قررت فاطمة بنت العيلة إنها تعرف السر ده. كانت بتحس إن في حاجة غريبة بتحصل في البيت، خصوصا بعد ما سمعت جدتها وهي بتتكلم في نص الليل عن اللعنة اللي نزلت على العيلة. فاطمة كانت شجاعة وقررت إنها تروح للمكتبة القديمة في القرية، يمكن تلاقي فيها حاجة عن تاريخ عيلتها. وصلت المكتبة وبدأت تدور في الكتب القديمة. لقت كتاب قديم مكتوب عليه أسرار العيلة. قلبها كان بيدق بسرعة وهي بتفتح الكتاب. لقت فيه قصة عن جدها حسن البرنس اللي كان معروف بشجاعته، لكن كان عنده سر مخبيه. كان في ليلة عاصفة اتخانق مع واحد من جيرانه، وده كان سبب في موت الجار. لكن الجدة كانت بتحكي إن حسن عمل حاجة غريبة بعد كده. فاطمة قررت إنها ترجع البيت وتواجه جدتها. لما وصلت لقيت الجدة قاعدة في الصالة وشكلها كان مرعوب. فاطمة سألتها عن السر والجدة بدأت تحكي. قالت: يا بنتي، حسن كان عنده قوة غريبة، كان يقدر يشوف الأرواح بعد ما قتل الجار. الروح بتاعته فضلت تطارده، وعلشان كده العيلة كلها اتعرضت للعنة. فاطمة كانت مصدومة، لكن فضلت مصممة إنها تعرف أكتر. قررت إنها تروح للمكان اللي حصل فيه الحادث. لما وصلت حست بشيء غريب في الجو. فجأة سمعت صوت همسات، وكأن في حد بيناديها. قلبها كان بيدق، لكن فضلت ماشية. لقت شبح الجار المقتول وكان شكله مرعب. الشبح قال لها: ليه جاية هنا؟ العيلة دي لازم تدفع الثمن. فاطمة حاولت تتكلم، لكن الشبح كان بيصرخ: اللعنة هتفضل معاكم لحد ما تعترفوا بالذنب. فاطمة كانت خايفة، لكن في نفس الوقت حست إنها لازم تواجه الحقيقة. رجعت البيت وقررت إنها تحكي لكل العيلة. لما جم كلهم، فاطمة بدأت تحكي عن كل اللي شافته. الجدة كانت مرعوبة، لكن في الآخر اعترفت إنهم لازم يواجهوا الماضي. العيلة كلها اجتمعت وبدأوا يتكلموا عن اللي حصل. في اللحظة دي حسوا بريح غريبة، وكأن حاجة ثقيلة اتشالت عن كاهلهم. الشبح اختفى واللعنة بدأت تتفك. فاطمة حست إنها عملت حاجة كبيرة، وإن السر اللي اتكتم عليه من زمان أخيرا اتكشف. ومن ساعتها العيلة بدأت تعيش في سلام. لكن فاطمة عرفت إن الأسرار مهما كانت لازم تتقال علشان ما تفضلش عايشة في الظلام.